بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح اليوم هيكون بيتكلم عن برنامج انك تصمم بيه شعار. يعني مثلا لو عندك موقع او مدونة على بلوجر مثلا او موقع، تصمم لها شعار بدل ما يعني الصورة ديت هنا اهي مثلا اهي، ده الموقع بتاعي. الصورة دي بدل ما الصورة ديت مثلا، لا انت تصمم شعار على البرنامج، اللي معانا النهارده ان شاء الله. والبرنامج دوت فيه تصمم بدل الشعار مليون شعار، وبيديك مزايا حلوه ومزايا جميله ومواصفات جميله برضه. انا رفعت لكم البرنامج على مركز الخليج. البرنامج حجمه مش كبير، حجمه 7 ميجا 66 كيلو بايت. اولا هتنزل تحت الفيديو، تاخد الرابط اللي هسيبه لكم اسفل الفيديو ان شاء الله. فتاخد الفيديو نص، تعمله نص، وتروح عند الصفحه، تفتح صفحه جديده وتحط الرابط اللي انت خدته، لصق وانت على طول. هوديك على مركز الخليج. البرنامج اسم البرنامج يجيلك على ملف مضغوط مقدم من اسم البرنامج، مقدم من موقع مصر المعلومات. ماشي. البرنامج اهوت حجمه مش كبير، حجمه 7 ميجا 66 كيلو بايت. كل ما علينا الان هتك هنا، اضغط هنا لتنزيل الملف، هتك اضغط هنا وهيظهر لنا التحميل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين التحميل ظهر معانا اهو، وحجم الملف اهو. انت هتعمل بيه التحميل على طول، والتحميل شغال معانا من هنا اهو. ماشي. انا هفصل التحميل عشان هو عندي على سطح. هفصل التحميل دلوقتي ونطلع على سطح. بعد ما التحميل يخلص معاك يجيلك بالشكل دوت ملف مضغوط وظهر اهو. اسم الملف برضه كالتالي، مقدم من موقع مصر المعلومات. هتيجي تتك عليه كليك يمين وتختار ثالث واحدة. ماشي. هيفك لنا الضغط ويطلع لنا الفولدر اهوت. خلاص نركب دوت كده دلوقتي، والفولدر اللي فكرنا بعد الضغط مخلص اهو. برضه اسم الملف مقدم من موقع مصر المعلومات. هتك على دبل كليك هيخشك على فولدر تاني اسمه برضه مقدم من موقع مصر المعلومات. هتك على دبل كليك برضه، والبرنامج معانا اهوت دوت السيريال بتاع البرنامج. السيريال هنحتاجه برضه. كل ما علينا نتك هنا دبل كليك على البرنامج ونتك نعم او يس حسب لغة النسخة عندك، وظهر لنا البرنامج اهوت. نشيله وبعد كده كالتالي نكست اهو، ووافق على الشروط. حط العلامة فوق هنا كده، وافق على الشروط ونكست. وتستعرض الملفات فين. انا مثلا استعرضها في الالعاب مثلا اهو، هذا المصري في الالعاب. وبعد كده اوكي، وبعد كده نكست هيسطب معانا البرنامج. زي ما انتم شايفين، سيب العلامة زي ما هي، ما تعملش حاجة. سيب العلامة زي ما هي وتك فينش، هيفتح لنا البرنامج على طول. هيقول لك السيريال هنا بقى اهو، السيريال اهو. ماشي. هتيجي هنا تكتب اي اسم، خالد مثلا، خالد. وهنا تحت برضو المصري، وهنا تحت برضو اي اسم تاني. خلاص. نيجي بقى على نحط العلامة هنا، نيجي بقى على الفولدر بتاع البرنامج اهو اللي احنا كنا فاتحينه اللي هو في البرنامج. نيجي نتك على السيريال فوق هنا، نتك على دبل كليك اهو. السيريال ظهر لنا اهوت، نصغر كده شوية، نشيل دوت ونروح للبرنامج اهو نكبرها كده شوية. نيجي بقى ناخد من اول هنا، سيبك من الشرطة دي، الكلام بس. الشرطة دي ما تاخدهاش، نعمل لها نسخ، وفي اول خانة لصق، تاني هنا دي برضه سيبك من الشرطة، خد الكلام بس ونسخ، ونيجي على الثانية ونعمل لها لصق. التالتة نفس النظام، كلام برضه ونسخ ولصق. تالت واحدة، رابع واحدة، نسخ ولصق، ورابع واحدة. وبعد كده نتكة هنا اهو.
فتح لنا البرنامج زي ما انتم شايفين. نيجي نشيل السيرة اللي مش عاوزينه خلاص. البرنامج اول ما يفتح لك بالمنظر دوت كده، في اشعار اهي قدامك زي ما انت شايف. يعني مثلا عاوز تصمم الشعار بتاعك على المنظر دوت. انا صممت شعار لما سطبت البرنامج ولغيته، صممت شعار اهو زي ما انتم شايفين. الشعار دوت بنص المعلومات اهو شعار جميل جدا. ممكن انا هحط لك رابط الموقع اللي انت تاخد منه الصوره ديت تخليها ايقونه، بحيث ايه لو انت عندك موقع على بلوجر او موقع خاص بك انت، بدل ما الصوره دي تبقى محطوطه هنا، لا تصمم الشعار وهديك الموقع اللي هو بيخلي الصوره من صوره لايقونه صغيره زي ديت، ماشي، تحطها هنا. انا هسيب لك الموقع اسفل الفيديو ان شاء الله برضو، ماشي. المهم نيجي للبرنامج. اول ما يفتح لك بالطريقه دي كده، ماشي. نيجي هنا لو عاوز تقلب اهو تكه هنا اهو في مناظر جميله جدا على فكره. انا عجبني شعار هجيبه. تيجي مثلا نصمم على الشعار دوت على سبيل المثال، نتك عليه وهيفتح لنا البرنامج والشعار فتح معانا اول هام. نيجي مثلا لو انت عاوز تصمم على الكلمه الحمراء مثلا، ماشي، ظهرت لك هنا اهي الكلمه. عاوز تصغرها تشد، تمسك بالماوس وتشد. عاوز تكبرها برضه نفس النظام، تمسك بالماوس وتشد زي كده. نيجي هنا بقى اول حاجه عشان نعدل على ايه، على الكلمه اللي هي هنا دي، هتتك عليها وهتفتح لك في الخانه دي هنا اهي. التكه هنا فتحت لنا اهي زي ما انتم شايفين. نيجي هنا مثلا نخليها مثلا لا مش دي، عفوا، دي هنا مثلا كده. ده دي الصوره. نصغر الصوره، ماشي، نكبر دي كده مثلا اهو، خلاص، ونتك اوكي على طول. نيجي على التالتة دي، لو انت عاوز تضيف ايه شعار من دول مثلا، شعار من دول هنا كده مثلا في قلب ايه الشعار اللي انت اخترته، ماشي. يعني مثلا تجيب الشعار اللي هو هنا مثلا دوت هنا مثلا، تتك على دوت هيظهر لك هنا في قلب الصوره، في قلب الشعار اللي انت عاوز تصممه. عاوز تجيبه هنا، عاوز تجيبه هنا، تحطه في اي مكان ايه يريحك انت يعني، ماشي. نيجي على التالتة، نعمل الصح هنا ونعمل الصح هنا، ونيجي كده نكبر مثلا اهو. شايفين التغييرات اهو، بص، تخيل دول، ماشي. نيجي مثلا نصغرها، هتلاقي الخيال ايه راح. نيجي مثلا هنا نكبرها، هتلاقيها بقت شفافة حاجة زي كده، ماشي. نيجي هنا برضه نفس النظام زي ما انتم شايفين اهو، شايفين اهو، ماشي. نيجي هنا زي ما انتم شايفين الخيال بتاعها بقى، احنا يعني المنظر الاحلى بتاعها هو كده. ونيجي نتك اوكي. نيجي على رابع واحدة اللي هي هنا ديت، ونيجي نشوف دي كده زي ما انتم شايفين اهو، نخليها بيضة، نخليها غامقة، حاجة زي كده. فالأحسن بتاعها، عفوا يا جماعة، الأفضل بتاعها خليها غامقة زي ما هي كده. ونيجي هنا كده مثلا اهو نتك على الأبيض. عاوز تخليها باللون الأحمر الأصفر، ثانية واحدة اهو، عاوز تخلي دي مثلا باللون الأصفر، أي لون يعجبك أنت تتك هنا اهو، وهيفتح لك إيه الكود بتاع الألوان والحاجات دي. مثلا أنا أخليها باللبني اهو زي ما انت شايفين، وتحدد براحتك من هنا كده اهو، بص زي ما انت شايف. نيجي مثلا نخليها على دي اوكي، ونيجي على الثانية اللي هو الخيال بتاعها بالاصفر مثلا اهو زي ما انت شايفين، نخليها بالمنظر الجميل ده كده مثلا، واوكي، ثم اوكي. نيجي هنا نصغرها شوية مثلا، لا صغر تاني، صغر او كبر، ماشي، او نشيل دي خالص عادي، ماشي. نيجي هنا على اخر خيار اللي هو ايه، نيجي هنا كده مثلا او زي ما انتم شايفين اللبني بيفتح اهو وبيغمق، يبقى اسود ولبني اهو. فاحنا هنخليها بالمنظر الجميل دوت، ثم اوكي. خلصنا من دي. نيجي على الكلام. الكلمة اللي هي دي تتك عليها هتظهر لك هنا، هتيجي على أول واحدة نفس النظام، دي تختار الكتابة بتاعتها. يعني مثلا عاوز تخليها بالكتابة ديت يعني مثلا أهو، بص أهو كلام من غير معنى أهو،
اهو اهو المنظر ده حلو. ماشي، ونتكة ايه اوكي. نيجي عليها تاني وعاوزين نكبرها، نصغرها كده مثلا المنظر الجميل دوت، نخليها واسعة كده مثلا ضيقة. ماشي، عاوزين هنا كده برضو نيجي نتكة هنا واوكي على طول. نيجي على تالت واحدة اللون الأحمر، نخليها مثلا باللون اللون اللي هو الفاتح، نخليها مثلا باللون وغامق زي ما انتم شايفين اهو اهو اوكي. نيجي على اللون الأحمر التاني نخليها مثلا اللي هو باللبن الغامق دوت، منظر جميل جدا. نيجي هنا كده مثلا اهو نخليها زي ما انتم شايفين كده ثم اوكي اوكي. نيجي على رابع واحدة نحط الصح هنا، ونيجي بقى نحدد زي ما احنا عاوزين، عاوز تقلبها عاوز كده مثلا اهو خلاص اهو مثلا. انا بقول تخليها زي ما هي احسن. ونيجي هنا كده مثلا عاوز تقلبها تخليها بيضاوية حاجة زي كده، فانت هتخليها برضه زي هنا احسن. نيجي على الخيار الخامس اللي هو ايه الاحمر. نيجي هنا زي ما انتم شايفين بتتغير اهي اهوت، خليها الاحمر دوت مثلا اهوت، او نختار اي لون عادي اصفر مثلا اهوت. ونيجي هنا كده مثلا حلو اهو والله. ونيجي اوكي. نيجي على الكلمة ديت تمام. نيجي على الكلمة اللي تحت الصغيرة دي، الكلام اللي تحت تكنكس وتختار هنا مثلا اهوت او هنا مثلا اهوت، تختار نوع الكتابة اللي انت عاوزها، مثلا عاوزها كبيرة او نخليها تخينة مثلا زي ديت مثلا اهوت ثم اوكي. نيجي هنا بقى خليها صغيرة حاجة زي كده. ماشي، انا بقول نخليها كده احسن. ونيجي هنا مثلا كده اهو زي ما انتم شايفين. نيجي هنا برضه زي ما انتم شايفين اهو. نيجي بقى على تالت واحدة، عاوز تخلي الكتابة دي باللون مهون، نيجي مثلا على الابيض ونختاره باللون دوت مثلا زي ما انتم شايفين. الكتابة بتتغير معانا اهو، خليه بالاسود مثلا اهو. ماشي ثم اوكي. نيجي على الاسود نخليه مثلا المشابه للون دوت اللي هو دوت هنا كده فتح اهو غامق بيضاوي حاجة زي كده ثم اوكي. نيجي على ست واحدة نعمل الصح، على رابع واحدة عفوا الصح فوق برضه هنا اهو. ونيجي نعدل براحتنا اقول لك كده نيجي هنا برضه اقول لك كده مثلا شعر جميل برضه اوكي. نيجي على اخر واحدة ونيجي مثلا نعدل اللون نخليه الاحمر مثلا، الاحمر الغامق. ماشي ثم اوكي. نيجي بقى على دي نتك عليها مرة واحدة ونعمل ايه التعديل بتاعها، خليها كبيرة مثلا زي ما انتم شايفين. نكبر مثلا سنة بسيطة اهو، شعر كده اهو واحسن. نيجي هنا نلفها مثلا اهو زي ما انتم شايفين. لا انا بقول نخليها كده احسن. اوكي. نيجي على تالت واحدة ونحط الصح ونيجي على اللون مثلا نخليه احمر زي ما انتم شايفين. ده الخيال بتاع الايه بتاع اللون. ثم اوكي. نيجي على الاسود نخليه اللون الاخضر مثلا اهو زي ما انتم شايفين، نخليه الاخضر الاسود اهو مثلا ثم اوكي. ماشي ثم اوكي. نيجي على ديت مثلا الاسود نتك عليه ونخليه بالاحمر مثلا او مثلا باللون اللي هو الازرق مثلا زي ما انتم شايفين يا جماعه الازرق الغامق. ثم اوكي.
نيجي على الاسود نخليه مثلا باللون الاصفر زي ما انتم شايفين اهو، ثم اوكي. خلاص نيجي على ده تمام كده. في حاجه نسيتها بقى، كان المفروض اشرحها في اول الشرح. نيجي مثلا على الكتابه نتك عليها ونيجي هنا على اول واحده، الكلمه اللي هي هنا دي اهي مكتوبه فوق اهي، ماشي. عاوز تغير الكلمه دي غيرها، ماشي. فاحنا مثلا هنروح على المتصفح ونجيب مثلا جوجل، نجيب مثلا جوجل زي ما انتم شايفين على جوجل، ونيجي على جوجل ترجمه، يعني الترجمه بتاعت جوجل، نتك المزيد ثم ترجمه، ماشي. نيجي من نكتب يعني مثلا لو انت عاوز تكتب بالانجليزي شغال، تيجي تكتب بالعربي اهو. لا انا هكتب مثلا خالد اهو، خالد عفوا يا جماعه اهو، خالد تمام. خالد اهي بتكتبها من العربيه بترجمها لك للانجليزيه، تمام. ناخدها نسخ ونروح للبرنامج ونشيل الكلمه دي كده زي ما انتم شايفين، ونحط ايه خالد اللي احنا قلنا عليها زي ما انتم شايفين اهو، خالد ظهرت لنا اهي. نيجي مثلا نخليها بالكتابه الرفيعه لان الكلام داخل في بعضه، نخليها بدي مثلا اهو ظهرت لنا اهي، او نخليها مثلا ثانيه واحده ديت مثلا اهو زي ما انتم شايفين، ثم نتك اوكي. دي برضو حاجه كان المفروض اشرحها في اول الدرس بس معلش انا اسف نسيت. خلاص خلصنا بعد صممنا على الشعار بتاعنا، تمام. بعد صممنا على الشعار بتاعنا نيجي مثلا نضيف حاجه في الشعار، نيجي مثلا على ديت وعندك اشكال مليارات من الاشكال. نيجي مثلا نختار شكل من دول مثلا او مثلا من دول، نيجي مثلا نجيب الهلال مثلا على سبيل المثال او نجمه، نجمه. نيجي هنا مثلا ثم اوكي، نختار الشعار اللي احنا عاوزينه، او لا انا اختار شعار غير دوت مثلا، نيجي مثلا يا خالد على الهلال مثلا، او دي مثلا ثم اوكي، ماشي. ظهرت لنا يا جماعه، نعدل عليها براحتنا اهي زي ما انتم شايفين، خليها كبيره اهو زي ما انتم شايفين. حط الصح ده اهي، حط الصح هنا او قبل ما نعمل اي حاجه نحط الصح ونعدل عليها براحتنا. لا كده كبيره قوي منظرها مش لطيف. ونيجي هنا مثلا اهو نقلبها ايوه زي كده ثم اوكي، ماشي. نيجي على التالتة اللون الاسود مثلا نخليها باللون الاحمر الخامس مثلا اهو زي ما انتم شايفين، اوكي. نيجي على الاسود دوت نخليها برضه مثلا باللون لبني فاتح او الغامق اهو زي ما انتم شايفين. نيجي هنا مثلا كده اهو عاوزين نعمل لها خيال حاجه زي كده، هنا برضه خيال زي كده مثلا اهو. نيجي هنا زي ما انتم شايفين اهو، كل دي مزايا في البرنامج. نيجي هنا مثلا اهو ثم اوكي. نيجي على سقف واحد عفوا رابع واحد. نيجي هنا كده مثلا برضه اهو اللبن بالبان اهو زي ما انتم شايفين، والاصفر نخليه منخفض اهو ثم اوكي. نيجي على ايه اخر واحد، اخر خيار اهو زي ما انتم شايفين ثم اوكي. كده يا جماعه كنا صممنا الشعار اهو. ننزله تحت مثلا كده شويه. ماشي. عاوز تحفظ بقى الشعار اللي انت عملته وصممته وتمام التمام له، هتتكه فوق هنا فوق اهو وعلى اول خيار ثم اوكي.
هيفتح لك النافذه دي، هتحفظ الشعار اللي انت صممته فين. مثلا انا هحفظه على سطح المكتب، سطح المكتب اهو، تسمي الشعار بتاعك هو معمول على سطح المكتب خالد مثلا، خالد اهو ماشي. ثم ايه سيب، حفظ لك الشعار. هنروح ننزل كده اهو، هتلاقي الشعار بتاعك صمم اهو زي ما انت شايفين اهو، شعار الصمم معانا. دي كلمة خالد. ونسينا بقى معلش هنعدل في دي، بس انا وريتكم الطريقة كالتالي. هتيجي على البرنامج، الشعار اللي انت صممته هتيجي على الكلمة وتتك عليها، وتتك على اول خيار هنا، والكلمة هي زي ما انتم شايفين اهي. هتروح مثلا لو عندك برنامج ترجمة او عندك اي حاجة، عندك برنامج ترجمة تترجم من جوجل حاجة زي كده، تمسح الكلمة دي وتحط بدلها الكلمة اللي انت ترجمتها، المهم تكون بالانجليزي. بس انا ان شاء الله في الشرح القادم هجيب لكم موقع بيترجم كلام يعني مثلا من الانجليزي يخليه بالعربي في البرامج اللي زي دي. مثلا طريقة الكتابة هتبقى بالعربي بدل ما هي بالانجليزي يخليها لك بالعربي. ان شاء الله انا في الشرح القادم للبرنامج، لان البرنامج لسه فيه مزايا كتير وحاجات كتير حلوة محتاج ان احنا نشرحها ماشي. ان شاء الله انا هحط لك الموقع اللي هو بيخلي الايقونة دي بدل ما هي صورة كده زي ما انت شايفين، بدل ما الشعار اللي انت صممته بدل ما هو صورة زي كده، لا هيخلوه لك ايقونة. لو انت عندك موقع ولا حاجة، تيجي على الموقع بتاعك تحط الشعار اللي انت صممته بدل الصورة هنا مثلا اهو. تمام. انا صممت شعار امبارح ان شاء الله، الشعار اللي انا صممته اهوت. فانا ان شاء الله الدرس القادم هجيب لكم الموقع اللي هو بيترجم الكلام من الانجليزيه للعربيه في البرامج اللي زي ديت ماشي. وفي الاخير وبكده يكون درس اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى ماشي. وبكده يكون درس اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى. ولا تنسوا زيارتنا على موقع المصري المعلوميات ان شاء الله، هتلاقي اللي انتوا عاوزينه فيه، وعلى قناتي الاولى خالد المصري ان شاء الله برضه هتلاقي اللي انتوا عاوزينه فيها، وعلى قناتي الثانيه لاستعراض الالعاب وتختيمها خالد مصر برضه، وعلى صفحتي على الفيسبوك عيون التكنولوجيا ماشي، وعلى تويتر خالد المصري ماشي. وبكده يكون درس اليوم بتاعنا النهارده ان شاء الله انتهى، ويا رب تكونوا استفدتوا. واذا عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في قناتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.